ايوه. ايه يا عم تفتح يا عم؟ ايه يا حماد؟ ما تخلص يا عم. في ايه يا عم؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام والله. ايه يا عم؟ عامل ايه يا اخويا؟ الحمد لله يا اخويا، اخبارك ايه؟ والله العظيم الحمد لله تمام. تمام. ايه في ايه؟ ما فيش. وايه يا عم؟ في انت زعلان انك شفتني ولا ايه؟ انت اخويا الكبير يا عم، جاي عشان صلة الرحم، عشان الدم اللي بيني وبينك. ايه يا عم في ايه؟ واطمنت؟ اطمن عليك. واطمنت عليا يعني؟ الحمد لله. انا الحمد لله يا عم بخير وتمام. في ايه عايز ايه بقى؟ ما فيش 200 جنيه بقى والله الدنيا خربانه مع اخوك، مش معاه فلوس خالص ومش عارف. بص لقيت مقبض يا عم هديهم لي. وعايزهم ليه يا حماد؟ مش معايا فلوس. هعيد الكلام تاني؟ يا دي اهبل. عينيا يالا، انا اخوك يالا، ما كنتش جيله تيجي لمين يالا. ربنا يخليك يا رب. حبيبي اخويا، ربنا الكتف يخليك ده يا زاد رب. والكتف ده ميه يا اخويا. ده العشاء عينيا يا اهو. أخويا. طب ادخل طيب. لا انا مستعجل عشان امشي على طول بقى. يا ابني ادخل. لا ما تتاخرش عليا بس. لا على طول اهو. حاول تجيبهم ورقه واحده. يا نور، بقول لك ايه، هات ال 200 جنيه كنت لسه مديهم لك. ليه؟ عايزهم. 200 جنيه هم بس برضو قول لي عايزهم ليه؟ لا ده اخويا حماده بره بس ومزنوق فيهم وكان محتاج ال 200 جنيه فلازم اديهم له. نعم يا اخويا، حماد اخوك جاي يستلف منك 200 جنيه؟ تصدق ان حماد اخوك دوت مش بيحس ولا عنده دم؟ قال ايه جاي يستلف منك فلوس؟ هو دي ايام حد يروح يستلف من فلوس من حد؟ والنبي ما بيحس ولا عنده دم. وبعدين يا اخويا خاف على البيت شويه، انا قلبي على البيت وخايفه على مصلحه البيت. ما بتخافش على مصلحه البيت ليه؟ مشي اخوك يا اخويا، قول له ما معناش فلوس، بدل ما تلم فلوسك اللي لك بره رايح تدي فلوس لاخوك. تصدقي عندك حق، 200 جنيه هم، وانا اروح امشي اخويا واطرده. بس بقول لك ايه، على ما كنت طردته كنت كلمت اخوك عنده 1000 جنيه بقالهم 3 شهور وما جابهمش لغايه دلوقتي. ما احنا لازم نحافظ على البيت ونلم اللي لينا بره. انت اللي قلتي صح. استنى بس يا ابو يوسف اكلم اخويا اقول له ايه، ما احنا في ايام زنج والنبي ما تكلمه ولا تقول له حاجه. وادي يا عم ال 200 جنيه اديهم لاخوك بس ما تكلمش اخويا ولا تقول له حاجه دلوقتي. لا اله الا الله، يعني ما اكلمش اخوك دلوقتي على اللي لينا؟ طب ما كان من الاول يعني، هو اخوك احسن من اخويا ولا ايه؟ ربنا يهديكي، ربنا يهديكي يا حماد. ما يلا يا عم انا طالب 400. لا يا عم عينيا يا عم، ادي 200. ربنا يخليك يا رب. انت عاوز حاجه تاني؟ حبيبي اخلص استرها معاك. انت يابا هفكر لو عوزت حاجه تاني هقول لك. عينيا الله يخليك يا ليك اخويا. يابا. اي حاجه تحتاجها يا حماده تميل عليا وتقول لي. ربنا يخليك يا اخويا. تمام. ما انت مكان ابويا الله يرحمه. الله يرحمه. طب بقول لك ايه ايه يابا؟ استنى بس هدخل كده هتوضى وهنزل ايه عشان اصلي معاك. طيب ماشي. لحظة يابا. صلي علي يا اخويا. الله يسترها معاك. ربنا يوقف لك اولاد الحلال زي ما انت على طول واقف جنبي كده. سبحان الله. 200 بس. انا مش عارف الارقام دي فيها حاجه. الارقام دي باين حلوة؟ بس حلوه. ده عجبك؟ خرفش. الله عليك اخويا اقسم بالله. اخوك اهو. ازيك يا مرات اخويا؟ عامله ايه صحيح؟ حلوه يا اخويا مرات اخوك. بمناسبه اخويا واخويا ومش عارفه ايه، خف عن اخوك شويه يا حماده. ما تيجي تطلب من اخوك اطلب 50، اطلب 100، لما تطلب 200 يا حماده. ده اخوك مديون لطوب الارض يا حماده. ده علينا فلوس للكهرباء، علينا فلوس للميه، علينا فلوس في كل حته يا حماده. ارحم اخوك شويه يا حماده، حس يابا باخوك شويه، احنا في ايام صعبه. جيت على الجرح. بصي انا مش عارف، انا ما بحبش حد يجي عند النقطه الحساسه دي. هي دي الوحيده اللي بتاثر فيا. والنبي كنت عارفه ان انت هتحس بينا، والله العظيم دايما بقول عليك جدع وراجل وبحس باللي قدامه، ولا هيبارك لك يا حماده يا رب. خلاص يا مرات اخويا. حاسس بينا ازاي؟ والنبي انت عسل ظلامتك. خلاص يا مرات اخويا خدي. ايه دي يا حماده؟ 5 جنيه؟ 5 جنيه حلو. هاتي بيها البان، هاتي بيها البان كلي فيه بدل ما انت عماله تاكلي في نفسك. ده انت جالك المرض من كتر الغل. بقول لك ايه، والنبي لو فضلتي جبتي لي الطبل البلدي. سيبك من الحوارات دي عشان انا عارفها. عايزه ايه؟ اخويا ماليش غيره من بعد ابويا الله يرحمه. هروح فين؟ انا مزنوق ومحتاج. عايزه ايه؟ عايزاني انزل الف على خلق الله تعايرني واسيب اخويا ما اقولوش الكلام ده؟ هو يقولهولي ما تطلبش ساعتها هبطل. لكن انت مالكيش فيه، ما تتدخليش بيني وبين اخويا. انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه؟ بسمع بص، في ستات كتير جوا ما بيحبوش اخوات جوزهم يبقوا حلوين مع جوازهم. فاصحى، الحدامه ما بتحدفش كتاكيت. ما تسمعش لو اديت فرصه لمرات اخوك انها توجع لمرات اخوك، مش لمراتك، انها توجع بينك وبين اخوك، يبقى انت يا اسطى تستاهل اللي انت فيه. في حاجات كتيره بتتم اخوك ما يعرفش عنها حاجه. ما تظلموش، ما تسمع لهاش، ما تبقاش ودني. ما تسلمش ودنك يا اسطى للحريم عشان بيخربوا البيوت. اسمع اخوك يا اسطى، اخوك افتكر له حاجه حلوه. اوعى في يوم من الايام تسمح ان مرات اخوك او تسمع لها ان هي تجيب سيره اخوك معاك في موضوع، ولا بالخير ولا بالشر. خط احمر ما تتدخليش فيه. بالله عليك يا ست الكل خليكي بنت اصول.
اصل انت جوزك ابن اصوله مش هيتغير. ما انت حاولت كتير، حاولت تبعديه عن اخوه، ما نبكيش غير الضغط والسكر. غيري اسلوبك عشان ما يطفش منك. معاك ابن اصول، حاولت توجع مليون مره بينه وبين اخوه لقيتيه ما بيسمعش. انت بقيتي بالنسبه له بومه. نفس الحوار، حاولي تغيري. طالما متمسك باخوه بيحبه ساعديه، قولوا له خليك جنب اخوك، روح شوف اخوك، قسما بالله هيحبك وهيشيلك فوق دماغه. بالله عليك يا شيخ حنني الاخوات على بعضيهم، عشان بالله عليك ربنا يوقف لك ولاد الحلال اللي يطيبوا قلب عيالك على بعض. اسمع اخويا، الحدايه ما بتحدفش كتاكيت. اوعى تسمع من مرات اخوك، اخوك يالا ملوش غيرك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.